اللي بده يقاتل بحرر أرضه. أما حماس نعم، أنا قناعتي في الموضوع. دقيقة معلش قبل نعم. ما نحكي، أنتم بدكم تحرروا الجولان؟ من حق شيء طبعا، من حقنا. هل نسكت على أرض محتلة يعني؟ بالقتال؟ بكل الوسائل الممكنة. إذا صار سلما أحسن. لواء اسكندرون؟ إذا صار سلما أحسن. لواء اسكندرون أما يعني ما لنا علاقة بلواء اسكندرون. عم تقول نحكي أرض على محتلة. أرض محتلة. هذه التقسيمات اللي جرت سايسبيكو وتداخلاتها هي ما وقت بحث عنها. البلاد كلها واحدة، هي تركيا وسوريا ولا كلها كان أرض واحدة. لا هلا بدنا نرجع على أرض أما واحدة. وضع الجولان نحن شكل. يعني نحن اليوم لما نحكي عن أرض سوريا محتلة من رسم هذه الحدود؟ نحكي على لواء اسكندرون ونحكي على الجولان. من رسم هذه الحدود؟ مين قال إنه لواء اسكندرون تابع لهون ولا تابع لهون؟ نحن ولا سايكس بيكو؟ الشعب الموجود فيها سوري. من قال انه اللواء سوري؟ العالم العيال اللي موجودة سوريا من هنيك قال انه سوري؟ بيحكوا عربي. شلون بيحكوا عربي وعيالهم كلها بسوريا. كيف في كثير تركيا بيحكوا عربي. هذا الكلام معلش، هذه حدود رسمتها دول تبحث في حينها. اما عندنا ارض محتله. لا معلش، لا خليني اوقف شوي. يعني انا يعني كنتوا دائما تتهمون الاسدين حافظ الاسد وبشار الاسد بانهم باعوا الجولان وباعوا اللواء. هلا لانه صرتوا قريبين من الاتراك صار صعب. هذه قضيه تدرس في حينها، ما بدي يصير هلا مشاكل بالهي. اما الجولان قضيه واضحه احتلت حديثا امس. طب وهو النظام هيك بيقول يا استاذ محمد، بيقول انا هلا ما قادر احرر الجولان بالرصاص. هي مشكله ياتي حلها واحتفظ بحق الرد. مشهوره هي الجمله. فانتوا عم تعملوا نفس الشيء. يعني انا ظني النظام ما عنده نيه لتحرير الجولان. طيب حكيتوا مع الاتراك بلواء اسكندرون؟ لا ابدا. هي بدها دول. هي وقت بيطلع المجلس نيابي وبيختار حكومه وكذا بتدرس هذا الموضوع. هلا وقت بعد هيك مواضيع حزب ماله شيء وكما هذا بحث الموضوع مع الاتراك ولا مع غيرهم. هذه تبحث عندما يكون هناك دوله ديمقراطيه في حكومه ممثله من الشعب تبحث كل هذه القضايا. طيب الأكراد أين هم بمشروعكم؟ بتآمنوا بأنه من حقهم الانفصال؟ لا، مواطنين. حكم الذاتي؟ مواطنين ياخذوا حقوقهم كاملة الثقافية والاجتماعية كله. جنسيات تعطى لهم ضمن الوطن الواحد، وهم موافقين على هذا الكلام. موافقين ما يكون في حكم ذاتي؟ موافقين أن يكونوا ضمن الوطن السوري. ليش خرجوا من المجلس الوطني؟ ما لها علاقة. هي ممكن مين خرج من المجلس الوطني؟ مين اللي خرج؟ الأكراد ليسوا على قلب رجل واحد. أي مجموعة أحزاب يسارية هم اللي خرجوا. الأحزاب غالبية الأكراد في سوريا لا يطالبون بالحكم الذاتي ويريدون أن يكونوا مواطنين، لكن يأخذوا حقوقهم ضمن الوطن الواحد. ايه بس انت بتعرف هو عندهم هيدا الحلم انشاء الدولة الكردية بالنهاية. في قضية بين العراق وإيران وتركيا وسوريا. هذا الموضوع غير مطروح من قبل الأتراك الآن، من قبل الأكراد الآن. خاصة في سوريا. في سوريا هم موزعين، لا ما تجمعهم منطقة موحدة حتى يطالبوا بحكم ذاتي أو غيره. موزعين مختلطة، القرى الكردية مع العربية، مع ما في عندهم.